بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله يكون فيديو خفيف عليكم. بس لو كنتي اول مرة تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناة وتدوسي زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي على لايك عشان الفيديو يرتفع. احنا النهاردة يعني قربنا الصيف، يعني يخف شوية، 8 ابتدى يخلص يعني. بس برضو لسه الدنيا حر جدا، والواحد بيدور على اي حاجة يعملها تكون يطلع من المطبخ يعني بسرعة، وبعدين يبقى الولاد حاجة خفيفة كده يعني. فالنهاردة قلت أعمل أكلة خفيفة كده بقى، يعني أكلة كده بتاعت رحلات. عملت أنا أصلا جبت رنجة، بس في عندي جزء كده ما بياكلش الرنجة، فعملت له برجر. فانا طبعا البرجر ده هو جاهز، انا عملته جبته وحطيته عادي على الجريلا، شويته وبعد كده حطيته في العيش الكايزر. بس انا عملت له اللي هو كرملت لهم بصل. بس البصل طبعا الكرمله سهله، احنا بنجيب البصل نقطعها جوليان كده، وبعد كده نحطها في حته سمنه صغيره قوي او زبده يعني، تتحمر. وهي بتتحمر كده نحط لها معلقه سكر كبيره، فالسكر طبعا يتكرمل ويخليها لونها يبقى زي ما شفتوا كده غامق. فاحنا بنحط بقى بعد كده شوية مية صغيرين ونغطي ونقلب ونشيل تخلص المية، نشوف نلاقي البصلة استوت، نقول تمام. ما استوتش نحط شوية مية تاني، وهكذا لغاية ما البصلة تستوي. وبعد كده بنحطها على العيش، على البرجر كده، وبنحط عليها بقى الكاتشب مايونيز زي ما انت عايزة. ده كان الجزء اللي كان بياكل مش عايز رنجة، اللي عايز برجر. كده بقى اللي عايز رنجة طبعا، وده أولهم أنا بموت في الرنجة بصراحة. أنا بحب الرنجة والفسيخ جدا جدا، بيبقى يوم فرح، ويعني مش عايزة أقولك بطير من على الفرحة كده، من الفرحة لما بيكون عندي رنجة أو فسيخ. بس انا الفسيخ مش بجيبه اي وقت، يعني بجيبه، بحاول اجيبه في المناسبات اللي بيبقى فيها الفسيخ، عشان بخاف يكون مركون، يكون مش حلو بصراحة يعني. فبجيب اكتر حاجة بتصبرني على الحكاية دي الرنجة. انا جبت الرنجة دي، وهي كصراحة رنجة كانت في منتهى الجمال، منتهى الجمال فعلا. البطروخ بتاعها كان اللي هو الطري، بس كان بيتقطع زي ما يكون يعني متعرفيش كده، قطعة لحمة برضو، بس مش عارفة يعني طعم غريب جدا. أنا عمري ما دقت اللي هو مش مهري، ماسك نفسه كده، تحس إن هو ممكن تقطعيه يعني شرايح. حلوة قوي بصراحة، والرنجة كانت عذبة وكانت حلوة قوي. طبعا الرنجة الحلوة بنعرفها من لونها، لونها بيبقى ذهبي كده جميل بيلمع كده، وبتكون طبعا كبيرة، وبتكون الظهر بتاعها كده بيكون يعني مليان كده زي السمكة، لما نعوز نعرف إذا كانت السمكة دي سمينة ولا لأ. الظهر بتاعها بيبقى حلو كده مليان. وطبعا حكاية البطروخ اللي هو الخرز أو العادي ده بقى، الراجل هو بيقول لك عليه أكتر من إن أنت تعرفيه بنفسك. بس أنت لو تعرفيه بنفسك يعني بيبقى طري، يعني انت تمسكيه كده بتشوفي تلاقيه طري، الحتة اللي هو فيها البطروخ ما بتبقاش بطن الرنجية، تدوسي عليها كده تبقى طرية. أما لو كانت البطروخ الخرز فبتبقى ناشفة شوية. انا طبعا الراجل صراحه اللي بجيب منه هو صادق جدا معايا، واللي بطرخه ايدي بيقول لي يعني. انا على فكره بحب البطروخ الطري اكتر، بس برضو بحب البطروخ الخرز يعني حلو قوي. جيت انا بفتح بقطع راسها زي ما شفتوا كده، بيطلع مع راسها وهي بتتقطع المعده اللي هي الحاجات الامعاء والحاجات دي. اما بعد كده بفتحها بالمقص، وبعدين وانا بفتحها تلاقيها بسلكها من بعضها كده بالراحه، فتلاقي الشوك طالع من اللحم كده لوحده من غير ما انت تدوري عليه. وبعد كده بنكحت الحته اللي على الحروف بالسكينه، اللي هي الشمال واليمين كده، اللي هي مطرح البطن، بكحتها كده بالسكينه زي ما انتوا هتشوفوا كده من دلوقتي. وبعد ما بكحتها بالسكينه كده بقوم قطعوها كمان، يا اما بقطعها بالسكينه يا اما بالمقص. وبعد كده هو بكمل بقى تطليع اللحم بتاعها بمعلقة. لو هي يعني مش هتعرفي تطلعيها، انا بمسكها بعيد كده
اللي هي الجلدة بتاعتها واطلعها بايدي. مش تعرفي تمسكي معلقة كده وتجيبيها من الاول خالص، بتطلع معاكي بتبقى في منتهى الجمال. وبتخليها طبعا لما بتتخلى بتبقى احسن انك تاكليها مخلية، طبعا بتبقى سهلة بقى بعد كده، مبقاش فيه الزروطة دي بقى خلاص في الاكل. هي بتبقى الزروطة دي ساعة التنظيف بس، بعد كده بتاكليها بسهولة جدا. ومعلش انا اسفة لصوتي لان انا عندي برد، برد بتاع الصيف بقى والمية الساقعة والمراوح، فهي بيبقى وحش قوي. وبعد كده لمينا بقى الحاجات اللي احنا عملناها، وزي ما انتم شايفين كده بقى الطبق قدامنا مخلي وجميل. بعد كده تاكلي بقى براحتك، تجيبي كده العيش تحطي فيه حتة الرنجة، تحطي البصل والطماطم وتحطيها، وتبقى في منتهى الجمال. انا صراحة ما بحبش عليها اللي هي البصل والطماطم متقطع، بس انا ما هم بيحبوا فبعملها لهم. المرة دي كله كان طالبها زيي، ما قطعتش البصل والطماطم عليها، قطعتهم لوحدهم بره في طبق. يعني قطعت البصل والطماطم والخيار والحاجات دي لانها بتطري شويه عليكي وانت بتاكليها. وكان في عندي كمان حته عنبه كده غسلتها وحطيتها، فبقت طبعا بتخفف علينا كتير قوي الاكل، الحدوقيه بتاعتها. ولو اني والله هي ما كانتش حادقه وكانت زي العسل بجد. دي اكله يعني من الاكلات اللي انا بحبها جدا وباكل فيها كتير جدا، وخفيفة وصيفي. يعني بقى ما تقعديش بقى تقفي كتير في المطبخ ولا الكلام ده. وبعدها طبعا بنبقى هنموت ونشرب مية طول النهار وكمان بنحط بقى عصاير حاجات فاكهة اللي هي فيها مية زي ما انتم شايفين كده. وشايفين البطروخ، بجد البطروخ ده انا بصراحة عجبني جدا جدا. هنا قطعت بصلتين كده، ما حطيتش عليهم لا خل ولا ميه ولا اي حاجه. وبعدين قطعت طبق فيه طماطم وخيار، وكانت اكله في منتهى الجمال. اكلت يعني عايزه اقول لك رغيفين كاملين. وجربيها وان شاء الله تبقى اكله حلوه عليكي. وكل سنه وانتم طيبين بقى، الصيف قرب يخلص يعني في النهايات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.